البنت قفلت كل تواصل مع عيلتها. بعد كده طلعت شريحة الموبايل من التليفون ورمتها من الشباك عشان تقطع آخر صلة ليها بيهم. ركبت الطيارة وسافرت بره البلد بعزيمة إنها تسيب البيت اللي عمرها ما لقت فيه مكان ليها. ساعتها بس عيلتها اللي بيسموا نفسهم أهلها لقوا عليها. الإحساس بالتقصير اللي ملوش لازمة سيطر عليهم لأنهم كانوا السبب في اللي حصلها. كل حاجة بدأت من يوم ما أمها حملت في الطفل التاني. كل اهتمامهم اتوجه ناحية الأخ اللي لسه جاي. حتى قالوا لها صراحة عشان نعرف نهتم بأخوك هنبعتك تعيشي مع جدتك في القرية. كبروا هما الاتنين هي وأخوها ودخلوا الجامعة، لكن أبوها قالهم وقتها إن العيلة غرقانة في ديون بسبب الشغل ومش قادرين يدفعوا مصاريف الاتنين. حتى بعد ما استلفوا من قرايبهم بالعافية جمعوا مصاريف واحد بس. في اللحظة دي الأم قالت عشان نبقى عادلين نعمل قرعة واللي يطلع اسمه هو اللي يدخل الجامعة. الأخ كان هيسحب بس الأم وقفته وقالت له أنت طول عمرك أختك بتحبك وبتسيب لك، المرة دي نخليها هي اللي تسحب الأول. البنت فتحت الورقة بإيدها ولقيت مكتوب فيها اتنازلي عن الجامعة. زعلت وعيطت وجريت بعيد. ما كنتش عارفة إن ده كله كان جزء من خطة أهلها واللي كانت فاكرة إنه قدر طلع كدبة كبيرة. حب أهلها عمره ما كان عادل. لما رجعت عندهم تاني أخوها زهق منها ووقف في النص بيزقها بعيد. فجأة الاتنين وقعوا في النهر، لكن المفاجأة إن أهلها جريوا بسرعة ينقذوا الأخ بس ونسوا تماما بنتهم اللي وقعت معاه في المية.